قام عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بعد مساء أمس الثلاثاء بعقد اجتماع استثنائي مع أعضاء الأمانة العامة لحزبه عن بعد. وحسب مصادر أن الاجتماع الذي دعا إليه بن كيران استغرق قرابة 3 ساعات، وتطرق بالأساس إلى البلاغ الصادر عن الديوان الملكي الموجه بالأساس للحزب بسبب تدخله بالسياسة الخارجية للمملكة. ولم تستبعد المصادر أن بن كيران قد طرح على مقربيه استقالته من الأمانة العامة، حيث عرف أن بلاغ الديوان الملكي الذي تضمن كلاما غير مسبوق موجها إليه في الأساس وليس لأعضاء الحزب. وحسب ذات المصادر فإن عبد الإله بن كيران قد فهم الرسالة، وقد تكون نهايته السياسية وشيكة هذه المرة، خاصة أن الPGD تحول مؤخرا إلى زاوية أكثر منه حزبا سياسيا. اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في قضية بن كيران وما فعله، ولا تنسوا الاشتراك للتوصل بكل جديد من الأخبار العالمية.